بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكل متابعيني حبايبي. بعد سلسلة الكذب اللي فاتت كده، البانيه الكذاب والحمام الكذاب والبفتيك الكذاب، مفيش مانع نعمل الباتيه الكذاب أو الكرواسون الكذاب، بس من غير عجن ومن غير فرد ولا عجين ولا أي حاجة. في دقايق هتكوني عاملة أحلى باتيه لولادك، خفيف جدا مش مكلف خالص. بنشتري الواحدة دلوقتي من المخبز بمبلغ وقدره. هنا هتعملي كمية ما شاء الله هتكفي معاكي ولادك لو عايزين يتعشوا بسرعة، عايزة فطار خفيف، عايزة اي حاجة سريعة كده. هاتي لفة جلاش، وهاتوا يا جماعة الجلاش اللي هو بتاع المخبز او اللي هو في محلات الحلواني اللي بتباع مع الكنافة والبسبوسة والحاجات دي. ما تجيبيش اللي هو المجمد بتاع الشركات، عشان ما بيبقاش فريش خالص وبيبقى متقطع ومش مش بيبقى حلو. هنا اللفة هتجيبيها تفردي الورقة، وهنعمل مع بعض خليط. الخليط ده عبارة عن هتجيبي معلقتين سمنة أو زبدة، هتسيحيهم خفيف كده وتضيف عليهم. أنا هنا ضفت كان عندي لبن رايب، ده أخدت القشطة باللبن الرايب أهو. إذا ما عندكيش تقدري تضيفي حليب أو تضيفي كوباية زبادي أو حاجة. ده اللي هنسقي بيه الشربات أو الجلاش أو هنورق بيه. يبقى هتضيفي يا لبن رايب يا لبن يا زبادي، اي حاجة من التلاتة تنفع معاكي، وسمنة او زبدة عشان يبقى طري معاكي ويبقى يعمل لي طبقات زي الباتيه بالظبط. بعد كده هنفرد على الجلاش بتاعنا بالطريقة البسيطة دي، ما تكتريش، يعني يا دوب تمشي الفرشة كده على الورقة بتاعتك. بعد ما نمشي الورقة عليها بنروح ضايفين عليها كمان ورقة. لما ضفنا ورقة حطينا الجبنة على نص الورقة بس، يعني احنا كده ضفنا ورقتين. بصي معايا وركزي، طبعا هتقدري تضيفي هنا اي جبن عندك لحمة معصجة، عندك شاورما، عندك حاجات حلوة. لو عايزة تضيفي مثلا اللي هي شوكولاتة قابلة للدهن، نوتيلا مثلا، عايزاها تبقى مسكرة مفيش اي مشكلة. وهتيجي تعمليه زي مثلث. انا هنا عملتها نصين وعملت زي مثلث كده، تيجي من القاعدة بتاعت المثلث وتتني كده بس كده في صينية مدهونة زيت خفيف كده، وتروحي حاطة الطبقة. هنعمل دي بنفس الطريقة، طبقة هنحط عليها المادة الدهنية بتاعتنا نورقها بيها، الطبقة التانية نحط الجبنة ونتنيها نصين، يتنيهم بقى هما الاتنين مع بعض نصين. تقدري تضيفي بقى فلفل اخضر، اي جبن عندك تقدري تحطيها. بعد ما عملناها نصين على فكرة تقدري تعملي 3 مثلثات، عشان لو تعملي باتيه صغير كده ميني باتيه، يعني ادي مثلث. بس انا حبيت الكبير ده، يعني اللي ياخد واحدتين كده يبقوا اولا يخلص بسرعة، وتاني حاجة اللي ياخد واحدة او 2 يشبعوه. زي ما انت شايفة كده هنرصهم على الصينية. في الوقت ده بكون مولعة الفرن على درجة حرارة 200 مثلا. رصصيهم في الصينية اللي مدهونة زيت، كملي كله بنفس الطريقة. صدقيني مش هياخد معاكي وقت خالص، وهتطلع نتيجته ترضيكي، طعمها حلو جدا. معروف ان الجلاش كل وصفاته حلوة يا جماعة. تقدري مثلا لو عندك لانشون، قطع لانشون تقطعيها. شوفي ولادك بيحبوا ايه او انتوا بتحبوا ايه. هنا على الوش من نفس الخليط اللي انا ورقت بيه السمنة واللبن، دهنت بيه على الوش خفيف كده، وهنا حطيت عليه حبة البركة وسمسم. شوفوا بقى بتشتروا الواحدة من المخبز بكام. هنا تقدري على فكرة تلفيه مدور. شايفة دي كانوا اخر ورقتين وفيهم حاجات متقطعة من النص، حطيت المتقطع في النص، وبدل ما الفها مثلث انا هلفها مربعة مدورة. بس كده نحطها في الصينية وندخله الفرن. مش هيقعد معاكي 10 دقايق وهيطلع لك بالجمال ده. شايفة طبقاته.
والحشوة والتوريق باين فيه، وطعمه حلو جدا وخفيف واكتر من رائع. اول ما تيجي تاكلوا توفيه معاكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ومع المليون سلامة.